واهلا معاكم سارة، والنهاردة هشارك معاكم اجنحة الديك الرومي المشوية وخبز سهل وسريع بالفلفل المشوي والطماطم المشوية على طريقة تركية. مناسب جدا للمشاوي، تقدروا تقدموه مع فراخ مشوية، لحمة مشوية، مع اي مشاوي عندكم. هينقل الطعم معاكم والوجبة بتاعتكم لمرحلة تانية خالص. وهعمل معاكم سلطة البصل بالزبادي. يلا نبدأ على طول ونشوف وجبة النهاردة هنعملها ازاي. محتاجين اول حاجة اجنحة الديك الرومي، واكيد نقدر نستخدم صدر الديك الرومي او ممكن نستخدم الورك الكامل ونشويه بنفس الطريقة بنفس الخلطة. معلقتين كبار من صلصة الطماطم المعلبة، معلقة صغيرة من الثوم، معلقة صغيرة من البصل البودر، نص معلقة من البابريكا، نص معلقة من الفلفل، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من البهارات، نص معلقة من الكاري، عصير ليمونة، زبادي، معلقتين كبار من الزيت، معلقة خل، معلقة ملح. لكل كيلو بنحط معلقة من الملح، واكيد ده بيرجع للرغبة بتاعتكم. وعلى طول في طبق هنبدأ نضيف كل مكونات التتبيلة مرة واحدة ونقلبهم مع بعض لحد ما يتجانس كل حاجة مع بعضها. هنبدأ نجيب أجنحة الديك الرومي، وأكيد مش محتاجة ان انا اقول لكم تكون مغسولة كويس جدا، ونقعينها كمان في مية وخل وملح وليمون. وبعد كده شطفناها كويس جدا. وممكن لو انتم مش هتقدروا تسيبوها في التتبيلة فترة طويلة تعملوا فيها فتحات كده، هتشيلوا بس الجلد على قد ما تقدروا، او لو معرفتوش تشيلوا الجلد فتعملوا فيها فتحات او شرط كده بالسكينة، او مجرد بس كده تدخلوا سكينة وتطلعوها. ده هيسهل ان التتبيلة تدخل معانا اسرع وكمان يستوي معانا اسرع. بس اكيد كل ما هنسيبها في التتبيلة فترة اطول كل ما يكون الطعم كمان احلى، ونقدر نعمل فيها كمان الفتحات دي ونسيبها فترة اطول، فبالتالي طعمها يبقى احلى بكتير. في طاسة سخنة على النار هنبدأ نضيف الأجنحة، وهنسيبها لحد ما تاخد لون حلو من تحت. هنقلبها على جميع الجوانب لحد ما تكون اتحمرت من كل مكان. كده بعد ما اتحمرت من كل مكان هضيف عليها بقى التتبيلة اللي كانت متبقية منها، وهضيف عليها كمان ربع كوباية او نص كوباية من المية المغلية، واغطيها واسيبها لحد ما تكون استوت. لو لقيتها ان هي محتاجة تاني سوائل فهضيف تاني عليها من السوائل لحد ما الاقيها استوت تماما. ممكن اشيل الطاسة وادخلها في الفرن لحد ما تكمل سوا، وانا كده كده هكون مشغلة الفرن عشان هكمل بقية الوصفة بتاعتي. على ما تكون استوت هنبدأ نحضر صلصة الطماطم والفلفل المشوي اللي هنستخدمها في الخبز بتاعنا. محتاجين طماطم، فلفل الوان، توم، فص 2 3 على حسب الرغبة بتاعتكم، بصلة صغيرة او متوسطة، زيت، ومعلقة كبيرة من التتبيلة اللي احنا عملناها. هضرب كل حاجة مع بعضها كويس جدا في الخلاط، وهتكون كده جاهزة معايا. عندي العجينة هنا جاهزة عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. عملت معاكم قبل كده العجينة بالتفاصيل، هي نفس عجينة البيتزا بالظبط، فتقدروا ترجعوا لها في وصفة البيتزا او في وصفة المخبوزات اللي عملتها قبل كده. هحط لكم الرابط في صندوق الوصف او هتلاقوه موجود ان شاء الله في اخر الفيديو. بعد ما العجينة تكون اختمرت طبعا هنبدأ ناخد الكمية اللي احنا محتاجينها ونفردها. هعمل الخبز بتاعي كبير شوية، وبعد كده هبقى اقطعه بالحجم اللي انا عايزاه، فهفرده بشكل مستطيل زي ما انتم شايفين كده. قطعته كمان بشكل مستطيل. المعلقة اللي انا كنت بقلب بيها الصلصة استخدمتها بس وانا بلم العجين شوية، فهي عملت اللون اللي انتم شايفينه ده، فاكيد مفيش اي مشكلة. هبدأ بالشوكة اعمل فيها فتحات كده عشان ما تخليش ان الخبز ينفخ معايا، انا مش عايزاه ينفخ، انا عايزاه ان هو يكون عامل زي عيش التورتيه، وكمان يعني اتخن منه شوية. هبدأ اجيب الصلصة اللي انا عملتها وهحطها كده على الوش العجين، وهنقلها في صينية وادخلها الفرن لحد ما تكون استوت. ممكن نعمل الخطوة دي كلها في الصينية هتبقى اسهل لنا. هدخلها الفرن لحد ما تكون استوت على درجة حرارة 200. واحنا عندنا اكيد الاوراق بتاعتنا بتستوي، فكل حاجة كده هتاخد من الريحة كلها مع بعضها. كده شكلها بعد ما استوت هغطيها اكيد واسيبها تبرد. وكمان كان عندي اجنحة الديك الرومي كانت استوت، ما فضلش غير السلطة هنعملها بكل سهولة. هنجيب شرايح البصل، ويفضل ان احنا نقطعها شرايح رفيعة على قد ما نقدر. هضيف عليها بس كده رشة من الثوم المفروم ناعم، ورشة من الملح، ورشة من الزعتر، ورشة من الفلفل، معلقة من الخل البلسمي، او ممكن نعصر عليها نص ليمونة. لو انتوا مش حابين الثوم الفريش اكيد نقدر نبدله بالثوم البودر. هقلب البصل كده وادعك فيه كويس جدا مع كل المكونات، ويفضل ان انا اعملها قبلها بفتره، قبلها بساعتين 3 كده، عشان كل ما بيستنى اكتر كل ما حديه البصل بتقل وبيبقى طعمه مسكر اكتر، وكمان استخدموا البصل الاحمر بيبقى طعمه احلى بكتير. لو انتوا حابين تقدموا معاها بطاطس محمره كمان هيبقى حلو قوي. ممكن تفصصوا اللحمه وتعملوا فيها سندوتشات كده وتلفوا العيش بتاعكم،
وعليها الزبادي وعليها شرايح البصل وشرايح من المخلل وبطاطس محمرة، ولفوها كده رول، وممكن تحطها في الساندوتش ميكر. بجد ساندوتش بجد مفيش احلى منه، انا معظم الوقت باكله كده. وده الشكل النهائي لوجبة النهاردة، وجبة مختلفة بجد وطعمها حلو قوي قوي. وممكن نبدل أجنحة الديك الرومي بالفراخ، ممكن نعمل فرخة مشوية كاملة، دبابيس فراخ، صدور من الفراخ المشوية بنفس الطريقة. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة ويكون عجبكم. أقابلكم إن شاء الله بفيديوهات جاية ووصفات مختلفة، وسلام عليكم.